امي كانت دومها تصيح انا ما اعلمك الخبز، يا اما انطيك عند عمه هي تخبز لك وتحط قدامك، او انطيك الرجال يباوع لحلقك ويقعد من الصبح يجيب لك صمون حار. غير هيك ماكو. حتى من كانت تجي نسوان المنطقه تسالها ام فلان بنيتك كبرت ليش ما تعلميها الخبز؟ اقول لها خليها تساعدك، هسه هي بعدها ما متزوجه. تقول لا انا ما اعلمهن الخبز، بنات مدللات ويبقن طول عمرهن مدللات، واني اذا علمتها راح تروح تخبز لعيالها، وهيك راح يقولون كانت تخبز عند اهلها ومو مثقفه. هنا أنا ظليت اني ما اعرف للخبز، لمن مرت الايام وعدت وجدت قسمت وتزوجت عندي عيال وفعلا يجيبون صمون وما يخبزون، خبزهم كله جاهز. ورا فتره صارت مشاكل ويا عيالي واضطريت انه اعزل ويا رجلي ببيت ايجار. هنا أنا زوجي طق العوز ولازم اوقف وياه واسانده، وما اعرف شلون اخبز لانه ما عنده حالته الماديه ما تسمح له يوميا يجيب صمون، وصارت عندي اطفال واني ما اعرف اخبز.